السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في اطباق زكية شانيل. اليوم غنحضر معكم معسلات بلا ورقه نتاع البسطيله، بلا ورقه نتاع الفيلو، بعجينه اللي كتجي مقرمشه ورائعه. عندي هنا بالنسبه للمقادير كناخذوا 600 غرام نتاع الدقيق، كنضيف لهم نصف ملعقه صغيره نتاع الملح، ملعقه ونصف، ملعقه كبيره ونصف نتاع السكر سنيده، حبه بيض، كنضيف كذلك نصف كأس نتاع الزيت المائده، ملعقة كبيرة نتاع الخل، واحد ساشية نتاع خميرة الحلويات. وكنجمعوا العجين ديالنا بالحليب، كأس تاع الحليب. ممكن تعوضوا الحليب بملعقتين كبار نتاع حليب بودرة وتجمعوا العجين ديالكم بالماء، او ممكن تعوضوه بواحد ياغورت طبيعي وتكملوا تجمعوا العجين ديالكم بالماء. هنا الا خصكم يعني الا ما قدكمش الحليب كتكملوا بالماء. وكنجمعوا العجين ديالنا كنحصلوا عليه بهذا الشكل هذا مباشره. كنخدموا به كنقسموه ل8 نتاع الكويرات اللي يكونوا تقريبا نفس القياس. فوق طاوله العمل كناخذ يعني الكويره الاولى وكنطلقها باستعمال نتاع النشا. هنا غنستعملوا مايزينا، ما غنستعملوش الدقيق. كنبقى كنطلق كويرات بهذا الشكل وكنوضعهم جانبا. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل كاع الكويرات اللي عندي. نحاولوا نطلقوهم يعني بنفس يعني يكونوا نفس القياس بهذا الشكل. هنا بعد ما كملتهم كاملين كناخذ الحبه اللي شكلتها في الاول كنوضعها فوق طاوله العمل وكنرشها جيدا بالدقيق. نحاولوا نديروا طبقه مهمه من النشا باش ما يلتصقوش لينا يعني العجين، وباش يعطينا داك التوراق في الفرن من نكونوا كنطيبوهم. كنوضع يعني العجين الثاني وكندير كذلك النشا وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكملهم كاملين. دائما كنديروا كميه مهمه من النشا. وهنا كنحاولوا نبسطوهم بهذا الشكل هذا. كنطلقوا العجين ديالنا وحنا كنحاولوا نقادوه كما كتلاحظوا. كنطلق وانا كنقادهم باش يكونوا في نفس الطول. هنا ما تخافوش يلتصق لكم العجين لاننا استعملنا النشا فقط. ديروا كميه مهمه من النشا بين يعني بين عجين وعجين. هنا بالنسبه للحشوه عندي 500 غرام نتاع القوقاو اللي هرمشتو ما طحنتوش مزيان، بغيت نحافظ على ديك القرمشه اللي كتكون في القوقاو. كنضيف ليها ملعقه كبيره نتاع الزبده، ملعقه كبيره نتاع القرفه، القليل من المزهر. وكنبقى نجمع هاد القوقاو حتى كنحصل على عجين اللي يمكن لينا نشكلوه بهذه الطريقه. وكنضيف ملعقه كبيره نتاع المربى. هنا ممكن تضيفوا السكر، انا ما ضفتش السكر لاننا غنعسلوها في الاخير. هنا طلقت العجين غنقسمه الى نصفين، غنحتفظ بالنصف الثاني. غنزيد نطلق شويه النصف الاول وغناخذ اللاطه نتاع الفرن ناخذ بها القياس وكنقطع الجوانب. كناخذ الحشوه وكنوضعها في الطرف بهذا الشكل هذا. نديروا بها حربون فوق العجين وكنلفوا العجين بهذه الطريقه. كنوصلوه للطرف وكناخذوا القليل من الماء كندهنوه بهذا الشكل يعني باش تلصق لينا العجين وكنقطعوا بهذه الطريقه. كنحصلوا على هذا الشكل هذا وكنوضعوه في اللاطه نتاع الفرن. ندير الشكل اخر نعاود معكم واحده اخرى. كناخذوا القوقاو وكنوضعوه في الطرف بهذا الشكل هذا وكنلفوا
يعني طريقة جد سهلة وكتوجد بسرعة وكتجي مقرمشة وبنينة بزاف. ناخدو دائما باستعمال الماء باش ما يتحلش لينا العجين في الفرن، وكنقطعو. هنا بالنسبه للجزء الثاني تاع العجين غنشكل به شكل اخر. يعني الا بغيتو تشكلوا فقط واحد الشكل، الا بغيتو ديروا جوج اشكال بحال ديروا. كناخذوا القوقاو اللي بقى لينا وكنوزعوه على العجين كامل، وكنبقاو نلفو بهذا الشكل. وحنا كنضغطوا باش ما يبقاو ليناش الفراغات في وسط العجين وتهبط لينا الحشوه. ما نحاولوش نوصلوا الحشوه للاطراف، غندهنوا بالماء كيف العاده باش يلتحم لينا العجين. وكنقطعوا العجين الاشكال ديالنا بهذا الشكل هذه، يجيو بهذه الطريقه. كناخذوا السكين اللي يكون ماضي وكنقطعوا على شكل دوائر، وكنستفوهم في اللاطه تاع الفرن اللي سبق لينا ودهناها بطبيعه الحال بالقليل من الزبده. هنا كناخذ السكين وكنقطع الحربول اللي خدمت الاول بهذا الشكل. كناخذ الزبده اللي ذوبتها وكندهن مزيان العجين باش تعطينا، باش نحصلوا على داك التوراق. ندهنو جيدا بالزبده. من طبيعه الحال كنكونوا سخنا الفرن من قبل. كندخلوا اللاطه ديالنا وكنقصوا على الفرن جيدا باش يعني باش تورق لينا الورقه، باش يطيب لينا، يعني يطيبوا لنا المعسلات ديالنا في خاطرهم. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجتهم من الفرن. كناخذ العسل وهما سخانين، كنفرغ عليهم العسل بكميه مهمه من العسل. من بعد غنصفيوه وكنرد اللاطه ديالي للفرن اللي كيكون يعني باقي سخون، وكنخليهم مده تقريبا 4 السوايع يتشربوا لنا مزيان العسل. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما صفيتهم الفائض نتاع العسل. بالنسبه لدوك المثلثات زينتهم بالقليل من القرقاع مهرمش، ممكن تزينوهم بقوقاو مهرمش او لوز ايبيلي. كيجي هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو مقرمشين معلكين من داخل وشاربين العسل. كيجي المذاق ديالهم بنين. بالنسبه للاحتفاظ كتحتفظوا بهم في بواطه اللي محكمه الاغلاق. هو الشكل الثاني كذلك كيجي مقرمش من برا ومعلك من داخل. يعني هذه افكار المعسلات اللي كيوجدوا بسرعه، ما كيحتاجوش بزاف ديال المقادير. نتمنى تكون وصفه اليوم نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها وتنجح معكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد. بارطاجيو القناه والوصفات مع الاصدقاء. دمتم في رعايه الله، والى فيديو مقبل وصفه جديده.